أقسم بالله العظيم من أفضل الأدعية لجلب الرزق هذا الدعاء، لأنه دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة. أم سلمة عندما أتت بأنس بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: هذا خادمك يا رسول الله. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. وكان في البصرة عندهم بستان ينتج محصولا واحدا في العام، أصبح ينتج محصولين في العام. طيب، ما هذا الدعاء الذي يجلب الرزق ويبارك لك في أهلك وفي مالك وفي حلالك؟ سجل عندك: اللهم أكثر في مالي وفي ولدي وبارك لي فيما أعطيتني، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليقا للشر. في أمان الله. اللهم آمين يا ربي. يبارك لكم الكل ويبارك لنا إن شاء الله في صحتنا وفي صغيراتنا وفي كل ما أعطيتنا يا ربي، اللهم آمين. هنا باش نشارككم دبارتي لليوم باش نعمل كسكسي بالصوص باش نعمل فيه كعبات حوت. حيتات صغيرين هكا، مش حوت نتاع كسكسي معناها، اما كعبات حوت. ديما انا راني وين نشري الحوت نخلي كعبات هكا نعمل بيهم شويه كسكسي ولا سف ولا اللي هو. هنا نقطع في البصل، عملت بصلتين صغار، كمية الصوص كمية صغيرة معناتها مش برشا راهو. حضرت الصوص البصل وعملت معاه الزيت وحطيت يتقل وعملت معاه قرين متاع مكوش. البصل الابيض هذا راهو صحيح يسيب بنا في الماكله بالكدا، اما يحب تقليه برشا برشا برشا، لازم تقليه وتوسع بالك عليه. هنا حدو يتقلوا، حطيتهم فوق النار معناتها باش نكليهم، وراني ديما محضره ماء يغلي معناتها ماء سخون يغلي، حطيته هو في المقفوله باش معناتها او ميم طون نقول نمرق به الصوص، وكيف نحط الكسكسي فوري شنو يساهل. هنا بديت نفوح، عملت الفلفل كحل وعملت شويه كركم ولفحت كل واحد وفحاته. وديما راني نعمل التابل والكرويه ونعمل التابل والكرويه ونعمل الثوم ونعمل الملح، راني عملت من الاول، ونعمل طماطم وفلفل زينه وكيبدا عندي كليل وزعتر وكل. اما راني ما صورتش كل شيء، صدقوني راني نصور بايد ومعناتها اليد الاخرى نقضي بها، ديما نبدا خايفه على التليفون لا يطيح لي. هنا عملت شويه فلفل زينه باهي. هنا باش نبل الكسكسي راهو كسكسي دياري نتاع بكوات، مش معناتها كسكستونه، كسكسي دياري بكوات نتاع اكل رقيق، مش المتوسط، رقيق. الصوص قريب تحضر، حضرنا الحوتات نظفتهم من قبل باش نرميهم في الصوص ونخليهم يطيبوا شويه. الحوت راهو بلا روح، راهو تحطه حتى في اخر دقيقه يطيب لك، خاصه النوع الصغير هذا مشكل كبير. هنا الصوص بريسك حضر، باش نحيلو حشاك معناتها وريت في وجوهكم الخير، باش نحيلو شويه فلفل من الجردة. حبيت نوريك معناتها حاجه هكا تشرح القلب. شويه فلفل من الجردة باش نحطهم في الصوص. وراه صدقوني مش حار معناتها، ما نخليش لين يكبر، ديما نحيه هكا صغير يظلك معناتها فيه حتى كي تاكلو كيكه، مش حتى في صوص ولا في حاجه ولا مقلي، معناتها جبنين على الاخر. هنا نحيت نشوف القرينات محلاهم فريش كجدد. حضر الصوص وحضر الكسكسي بالطبيعه فوروه تفويرتين. توا باش نصبو هكا الصوص ونخلطو الكسكسي نتاعنا نسقوه. شو هنا جيت نصب في الصوص، تصب هو والفلفل وكل شيء. تزربت باش نجيب معناتها حاجه نغرف بيها الصوص هكا، لا هزيت هكا ديريكت من الكاسرونه وصبيت في المقفول، لا زيت جيت نحي فيهم وهما سخونين. شعلت ايدي الحسيب. هنا شربناه الصوص نتاعو، وراه فيه بنة عالمية ما نحكيلكمش. وزيناه بكعيبات الحوت وحطينا بحذاه شوي زيتون وفلفل اخضر. وان شاء الله يا ربي عجبتكم الدبارة وتاكلوا ان شاء الله بالصحة وبالهنا وبالشفاء للناس الكل.